وقالوا رضي على أبي بكر. وقلنا وما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة إن كان الله رضي عنه. فقد قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأبو بكر كان رأس المؤمنين في المسلمين. فمن رضي الله عنه ومن رضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضره غضب من غضب. وأهل السنة سبحان الله في هذه المسألة لا يبحثون عن عذر لأبي بكر، وإنما يبحثون عن عذر لفاطمة في هذه المسألة، لأنهم يرون أن أبا بكر يستدل بحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو بكر وعثمان وعمر وعلي نفسه والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص والزبير بن عوام. كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. فاطمة رضي الله عنها هنا لما ما قبلت من أبي بكر الصديق هذا الكلام، أهل السنة يحاولون أن يبحثوا عذرا لفاطمة لا عذرا لأبي بكر، لأنهم لا يرون أن أبا بكر هنا قد أخطأ في حق فاطمة. وأما قولهم إن فاطمة غضبت على أبي بكر رضي الله عنه وماتت وهي غضبان عليه فهذا مشهور. نعم هي غضبت، ونحن كما قلنا نبحث العذر لفاطمة ولا نبحث العذر لأبي بكر، لأن غضبها لم يكن حقا وهي غير معصومة رضي الله عنها وأرضاها. ولو فرضنا أنها دفنت ليلا، هو صحيح أنها دفنت ليلا ولم يؤذن أبو بكر فيها، إن كان هذا من طلب منها فهذه من قصة عليها رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سمعتم إخواني الكرام هذا عثمان الخميس الناصبي طبعا لغبائه المطبق فضحه أمام الجميع وأمام المستمعين الآن بأنه يطعن بفاطمة الزهراء عليها السلام طعنا مستميتا، يعني مستقتل على أنه يطعن بفاطمة الزهراء عليها السلام. لماذا؟ فقط لأن الشيعة يدافعون عنها. العجيب بأنه في كتبه في كتب علمائه ورد أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعلا يعتبرونه رسولا من الله ويعتبرون كلامه حجة علينا كمسلمين. ورد أحاديث في كتبهم تقول أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني، ومن أغضبني أغضب الله سبحانه وتعالى. فعلى الأقل أن أبا بكر قد أغضب فاطمة. هسه في حقها أرض فدك، مو حقها، هي من حقها طبعا أرض فدك من حقها. وهذا الحديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقولون أن النبي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث شيئا. هذه من أكاذيب البخاري حتى يدافع عن إلههم أبا بكر وإلههم عمر وغيرهم. فاختلق هذا البخاري الناصبي الأموي هذا الحديث حتى يدفع ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان بفاطمة الزهراء عليه السلام. ولكن أمر الله قريب والحمد لله، والحق واضح كوضوح الشمس. فغضب فاطمة الزهراء أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغضب، والبخاري ينقل غضب فاطمة الزهراء عليه السلام وموتها وهي غاضبة وهي واجدة على ابن أبي قحافة. وطبعا البخاري الغبي أيضا ينقل هذا الحديث، ينقلها يعني، فيدل على أن ابن أبي قحافة قد أغضبها، بمعنى أنه قد أغضب الرسول، بمعنى آخر بأنه قد أغضب الله سبحانه وتعالى. وإلا هل أبا بكر معصوم؟ هو غير معصوم، يعني قد يغضبها، قد يكفر، قد يفعل أشياء يعني خارج عن ملة الإسلام. هذا أمر. والأمر الثاني، هذا عثمان الخميس يقول أن دفن فاطمة الزهراء سرا هي منقصة عليها. وهذا الغبي يقول منقصة لجهله بل لقباحته بل لتطوله على سيدة نساء العالمين بتصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا تقول إنها منقصة؟
من حقها، هذا من حقها بأنها تطلب أنه تدفن سرا. لماذا تطلب تدفن سرا؟ لأنه تعتقد أن هؤلاء قد ارتدوا، هؤلاء ما يدعون بأنهم صحابة أو ما أعرف، يعني 3 أو 4 من الأشخاص قد سميوا بأنهم كل الصحابة. عجيب والله عجيب. أنا الآن أترك حكم ما قاله عثمان الخميس هذا الناصبي، وما يعني نقلوه علماءكم علماء الوهابية، وما بجله علماء الشيعة، وما يقولونه علماء الشيعة. طبعا الشيعة فقط يدافعون عن آل البيت. فالعجيب كل العجب بأن هؤلاء الوهابية يريدون أن يسيروا على ما سار بني أمية في طعن في آل البيت. هذا ولكم الأمر ولكم الحكم ولكم الاستبصار، تستبصرون بهذه الحقائق المختفية عن مسامعكم. طبعا سائلين الله عز وجل أن يهدي جميع المسلمين وأن يهدي جميع الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوكم محب أبي الأحرار.